وانا بحفظ بقى احفظ ازاي؟ وانا بحفظ هقول لك طريقه جميله. احنا قلنا انت اصلا هتحفظ وانت مركز، يعني انت ايه في البيت او في المسجد او كده. لما تحفظ يبقى جنبك تسجيل او موبايل او كده هتشغل عليه الحاجه اللي انت هتحفظها، لسبب هقوله لك دلوقتي. لما تيجي تحفظ اول حاجه هتمسك الصفحه، احنا قلنا صفحه مش كده؟ صفحه. هتقرا الصفحه دي كذا مره كتير، تقراها مثلا 10 دقايق، تقراها لمده 10 دقايق، تقراها وبعد كده تقراها مثلا 7 8 مرات بس. وبعد كده لمده 5 دقايق تحاول تقراها تاني من غير ما ايه؟ من غير ما تبص. هتغلط كتير مش مهم، يعني حاول تجيب اللي تجيبه بقى. بعد مثلا 15 دقيقه 20 دقيقه من الجو دوت كده انت ايه؟ حفظتها بالشبه وقلتها كتير، فبدات تعرف انت بتقولها ازاي بالظبط، صح؟ ابتدي اسمعها بقى، اسمعها وطلع غلطاتك، وبعد كده وقف شكرا، ثبت بقى بعد ما تكون صلحت غلطاتك. تقول لي طب ايه الفرق؟ ينفع اسمعها قبليها ولا طب ما ينفع اسمعها بعديها؟ هقول لك الفرق. لو سمعت الصفحه دي قبل ما تكون قريتها مش هتعرف اصلا انت كنت هتغلط في ايه. فممكن تسمعها وتبقى سمعتها كويس جدا وتيجي تحفظ غلط برضه، انك انت اصلا سمعتها قبل، صح؟ الحاجه الثانيه لا، هسمعها بعد. هسمعها بعد يعني انت حفظت الصفحه وثبتها، وبعد كده سمعت طلعت الاخطاء حلتها، لكن لما تيجي تراجع بعدين هتغلط نفس الغلطه. ليه؟ لان انت ثبتت على الغلط. ثبتت على الغلط. يبقى عندي مشكلتين، تسمع قبل ما اضمنش ان انت هتعرف الغلطه فين. تسمع بعد هتعرف الغلطه فين، بس احتمال لما تيجي تراجع بسرعه هتغلط نفس الغلطه تاني، لانك انت ثبتت على ايه؟ على كده. احسن حاجه المثالي انك تسمع ما بين الاثنين، انك انت تقرا الصفحه تثبتها نص تثبيت، تسمعها تعرف انت غلطت في ايه، تثبت، عمرك ما هتنسى الموضوع ده تاني. لما اجي احفظ الصفحه بقى، حفظ بقى، احفظها ازاي؟ في ناس يقدر يحفظ الصفحه على بعضيها يقعد يجيبها كتير لغايه ما يحفظها، وفي ناس يقول لك لا صعب هقسمها جزئين او 3، مش مشكله عندي، قسمها جزئين 3، المهم ان انت تحفظها كويس. هتجيب النص الاولاني تثبته، بعد كده النص الثاني تثبته. لكن نصيحه، اربط الاجزاء دي ببعض. بمعنى لو انا هقسم الصفحه نصين، هحفظ النص الاولاني، لما اجي احفظ النص الثاني دايما لما ابدا باخر ايه في النص الاولاني، ابدا باخر ايه في النص الاولاني عشان الصفحه تركب معايا. وده بقى تعرفه في الاخوه على طول، اللي هو بيعمل كده ما بيعملش كده، تيجي تساله تعرف على طول. مثلا واحد مثلا ايه حفظ سوره البقره، الشيخ امتحني، اقول له تعالى يا ابني فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين، كمل. ايه؟ عارف انت شفيق الجو ده؟ ايه؟ ده انا حافظها شيخ، ده انا مثبتها، دي في اول حزب، ده انا مراجعه 100 مره. انا عارف انا ساله السؤال ده ليه؟ لان بعديها ايه؟ محدش عارف طبعا. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. انا متاكد اي حد بيحفظ الصفحه دي لما يجي يحفظها بيحفظ النص الاولاني ده لوحده والنص الثاني ده لوحده، لان دي قصه بدات، فبالتالي بيقسم الصفحه ده. لازم اي حد مهما كان بيقسم الصفحه دي. فبعرف بقى على طول اكيد هو مقسم الصفحه، فاروح ساله في اخر ايه في الايه في الصفحه في النص الاولاني، فيتنح، اعرف على طول ان صاحبنا ده ايه مش رابط، اروح مديله بقى واحده كمان. الثانيه بقى اجيب له اخر ايه في صفحه ما، في صفحه ما مثلا اي ايه عموما، يعني اجيب له ايه في اخر صفحه. ايه بقى يعني لو نمسك الجو ده مش قادر يكمل، ليه؟ لان هو حافظ الصفحه دي لوحدها، الصفحه دي لوحدها. او اجيب له اخر ايه في ربع واقول له كمل، يتنح برضه مش عارف يكمل، لان هو لما حافظ الربع ده لوحده والربع ده لوحده. يبقى انا عندي مشكله في الايه؟ ان كل حاجه سليمه بس لوحدها. هي دي المشكله. اصل الموضوع ده حصل لي في اول الحفظ، حفظت اول جزء في البقره، تمام؟ دي كانت الضربه اللي انا اتعلمتها. جيت اراجع كل صفحه بقف مش عارف ايه اللي جاي، ففهمت بقى. بعد كده لما تيجي تحفظ تعمل اتي، لازم انت بتحفظ تربط الصفحه بالصفحه والموضوع بالموضوع والربع بالربع. بمعنى انا بحفظ صفحه دلوقتي، لما اجي اجيب الصفحه ما اجيبش من اولها، اجيب اخر ايه من ايه؟ الصفحه اللي قبليها. لو انا احفظ صفحه على بعضيها يبقى اجيب اخر ايه من الصفحه اللي قبليها واول ايه من الصفحه اللي بعديها، عشان على طول تبقى ارتباط ذهني عندي في الموضوع ده.